خلصنا يا جدعان. توقعوا بقى. وبصراحه محدش يعتمد على فتحي بجنيه. تروح نسيت اوزن الموز، راح وزنهولي وزن لي الكيلو ب 2 يورو ونص. فاكتشفت بعد ما مشيت هو انا قلت لك هو اللي قال لي والكيلو طلع ب 1.29، فكان فرق يجي يورو. فبصراحه ما حدش يعتمد على فتحي بجنيه، والله بجنيه ما حد يعتمد عليه بجنيه. اتفضل يا فتحي، اتفضل اتفضل يا فتحي. اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده رايحين نجيب فلوس من الهوا. ثاني اوريك شغال معانا صفقات. ورا فتح الصفقه بتاعتك. رايحين نعمل صفقه. هنوريك النهارده بقى احنا هنجيب ايه من السوبر ماركت بالازايز دي. بس هنا السوبر ماركت قدام شويه هنا كده، فلازم نمشي شويه. هنعدي على كوبري. شايفين الحاجه عندها مينيمم 80 سنه وماشيه بالعجله وطالعه مزلان حرفيا. يعني لو طلع المزلان ده بالعجله والله ما اقدر اطلع. وفتحي كمان. بصوا احنا جنب البيت عندنا 3 سوبر ماركتات. في كاوفلاند اللي هو هناك ده. الشمس طالعه وحتى ساعه. لا الجو جميل. في كاوفلاند اللي هو هناك ده، مش عارف انتوا شايفينه ولا لا. هناك اهو. وفي كمان هنا كده تحت هنا في الدي وجنبه ليدل. والشمس طالعه. الجو جامد بصراحه، يعني حسن اختيار الوقت. رب نروح ما نلاقوش زحمه، لاني بقول له من الصبح ده. لاني بقول له تعالى نروح من الصبح بدري والله. اهو كاوفلاند هناك اهو اللي هو ده. وفي البتاع مش باين من هنا ليه يا اسطى. وفي هنا كده هناك هنا عند العلامه الزرقاء دي الدي وجنبه ليدو. ولما ننزل تحت على السلم هنبين لكم اكتر يعني. لا ده جنبنا على طول. ده هنا جنبه على طول هنا. الدوم ده بعيد ده. تخيل يا توح، الازايز بتاعتي هتعمل اكتر ولا بتاعتك؟ لا دي كيستي كبيره. اما اشوف توقعوا مين اللي هيعمل اكتر، وتوقعوا احنا الاثنين مين اللي هيعمل اكتر. ده ليدل اهو، علامه ليدل اهي. ليدل جنب كاوفلاند على طول. وهناك كده ورا الدي كده. فاحنا مش عارفين بقى لسه هنخش انهي واحد فيهم. هندخل ايه، كاوفلاند ولا ليدل ولا الدي؟ هندخل ايه فيهم؟ ماشي نفايس نيكس. نفتح العربيه باليورو. وعلى فكره الجنيه المصري بيفتح العربيه، انتوا ما تعرفوش المعلومه دي. بس نسيت اجيبه النهارده. اركب يا توحد. يلا يا رب ما يكونش زحمه. انت طلع صوت. انا حاسس اني بغرق. عارف انت الفيديو ده؟ حاسس اني بغرق. توقعوا اللي هيتوقع صح هجيب له شوكولاتايه. اللي هتوقع بتاعي اكتر ولا بتاع فتحي الاكتر، واللي هيتوقع برضه كله مع بعضه هجيب له هديه هنا من كاوفلاند. ايه هبعتها له DHL. وهبعتها له انيسا باي. هبعتها له انيسا باي. الطريق طويل ورا. يا اخيرا وصلنا. يا رب تكون المشاريع فاضيه. فتحي ان هو يعد المصاري. فين 6 7 يورو ونص. يورو 75 يورو. فتحي هيبقى ثري يا جدعان. فتحي النهارده هيجيب الكاوفلاند كله. ايوه توقعوا 12 ازازه. اوه ماي جاد. 15
ده اكتر مني يلا يخرب بيتك. 4 يورو يلا ما نشوف هيوصل. واحد وعشرين 22. اوه خلاص كده خلصت. حط يا صاحبي. خلاص كده. ايوه اخر واحده. انا ما عادش. انا كان كده خلاص كده. بوند اوبن. عملنا في الصفقه دي يا اولاد. عملت 4 يورو 5. يلا انت عملت قد ايه؟ وريني البوم بتاعك كده. وريني. عمل اكتر مني بيورو وربع. يلا بينا. هوريكم بقى هجيب ايه النهارده بال5 يورو اللي ربع دول. على فكره هجيبهم حاجات كتيره جدا. يعني الازاز اللي انا جبتها النهارده دي هجيب بها النهارده حاجات كتيره جدا. هوريكم النهارده. يعني مجموعنا احنا الاثنين تقريبا 11 يورو الا ربع. هوريكم هنجيب ايه بال11 يورو. هنخش على الخضار يا اسطى. هنخش على الخضار من اهو. هنخش على الشمال. انا عاوز ولا كمية كل 4 بقى طماطم. تعملوا زي 3 طماطم. الله. بعد ما بنجيب اي حاجة بنيجي هنا نوزنها. عندك البيتن. نختار بقى الحاجة اللي احنا جبناها هنا. لا غلط طبعا. غلطت فيها اشيلها تاني. نحطها كده ونعمل كده. وبنختار جميزة. دي طماطم اهي. ده تقريبا 600 جرام عاملين 80 سنت. حط عليها كده. يلا اللي بعده. جبت حاجة؟ تعال نجيب كمية توابل بقى تخلص كده. برضه انا عاوز كمون يا صاحبي لان برضه الكمون عندي خلص. الرغيف الاسود ده انا عندي. كمون فين؟ استنى لا انا كنت جايبه قبل كده من هنا. هو هنا كاري. شوف هنا. فتحي يدور على الكمون. هعمل لكم لفه كده. لفه كبيره. دي بقى كلها منتجات بطاطس بقى. هنا عندهم 500 منتج بطاطس بيعملوها ب500 طريقه. البطاطس هنا توابل بطاطس. دي اللي هي زي العدس اللي هي المحمره صح؟ هو اصلا بتيجي جاهزه. بس غاليه على فكره. دول كام جرام؟ بس كتير. دول 90 جرام ب 2 يورو و20 سنت فيعتبر غالي. هنقعد ساعة ندور على الكمون ورب نلاقيه. بتاع الهنود؟ اللي هي التفة بالنبات. شبه الهريسة بتاع التوانسي. 500 نوع مكرونة. انا هجيب لازانيا لاني بصراحة بدي في اللازانيا. نجيب مكرونة. مكرونة. نجيب ايه تاني؟ بحط الشرف بقى. انما تونات وعليها عرض وسردين. ودي برضو
توم فيش. وده اندومي بقى، اندومي بالكوري واندومي في اندومي عليه عرض. بس انا جربت البتاع ده، بس طعمه بتاع ده جربته انا واحمد، مش حلو خالص. ده مكرونه، ده اصلا مش اندومي، ده مكرونه. احمد، اختراعات احمد. دي شرطه يقول لك ايه اسمها غني. قول بقى على القسم الحلو ده، احلى قسم بالنسبه لي، مفضل. ده على عرض طبعا، خلصوها الالمان طبعا. تعال نجرب البتاع دي، نجرب دي. عايزين نجيب حاجه بتاع دي، اكلتها بس عندي ممدوح، شاف هي حلوه ولا لا. عايزين نجرب، ما عجبتنيش قوي بصراحه. الكيكه المفضله. نجيب بالليمون ولا بالفراوله؟ يلا بينا. لا يا صاحبي، هنا حاجات مقاطعه يا صاحبي، مالناش دعوه بيها. تعال نشوف المكانات الفروع. طب تعالى ماشي، هنجيب نفطر بقى. هنلحق في وقت غدا بس قشطة. ونفطر احنا. وهنا ده قسم المنكرات، ده القسم الغالي. اوريكم قسم المنكرات، القسم الرخيص. ده قسم ده غالي. ده قال لي ده هنا حاجات يعني، استغفر الله. ايوه بتفكر ولا ايه؟ يا عم تلاقي انت اللي حلو. كاميرا بتصورنا. تعال نروح حاجه ساعه ورا. هنا ايه ده؟ دي بيره؟ انا كنت همسكها والله، لانها على شكل، شايف شكل حذاء جولدن. شوف، متاكد انها بيره. ويسكي. يا لهوي، يخرب بيت ابوكم. احنا اللي جايبنا القسم ده يا صاحبي، احنا اللي جايبنا القسم ده. طلع قسم الشوكولاتات حاجات كلها تجيب السكر بصراحة، بس لازم نجيب. عارف البتاع ده فتحي؟ ده بتاع التيراميسو ده. عايزين نتعلم نعمله. وليه اسمه قطعة؟ عايزين نتعلم نعمل التيراميسو as you like. ممكن نجيب. تعالى نرجع نجيبه، بس انا هبقى اجيب زي ماشي. تعال. طبعا اجيب من ده المفضل. قد على فكره حلو، والسوداني يا جدعان يعني مفيد اصلا، يعني اصلا مش غالي، يعني محمص. ده العصير بقى، عندهم انواع عصير لا حصر لها. ده عصير موز اهو. على فكره عندهم عصير طماطم. ده ايه؟ ده مانجا على برتقال. البدع هنا بيعملوا عصير البدع. في مانجا اهو، ما اعرفش مانجا ايه ديت، بس نجربها. هي سعرها 1.9، هي مش غاليه. نجرب المانجا دي. بجد احساس جامد وانت بتعمل اي كوفي. طبعا ده اي احسن احساس ممكن، يعني مش عايز اقول لك زي احساس السفر، يعني مش قوي كده، مش واصل طبعا لاحساس السفر، بس هو احساس حلو. واحد بيكون مثلا مش يومه مش كويس او مخنوق، بينزل يعمل ان كوفي او بينزل يتفرج، يعني حتى لو مش هيشتري، بينزل يعمل شوبينج. مش شوبينج. هنا التوحة ما اعرفش ايه ده، موقف قسم الحريم هنا. لا، عنده وزير عرق.
كلم مين؟ ولا ده بكلم صاحبنا احمد. بننام على السيارة 24 ساعة، بس 48 ساعة، وبيسألوا على مدير عرق حلو. خش بقى على منتجات الألبان هنا. قول له عرفه عشان محمود فاهمني بيحبه قوي. تعال نجيب لبن يا اسطى. لبن فين؟ الزبادي معهوش بتاع ده. الزبادي البودنج ده دي اسمه بودنج مش زبادي. كنت بجيبه بيورو. لا مستحيل يا فتحي. والله بيورو. مستحيل. والله تعال جبت جيب اللبن الناحية التانية. تعال نشوف اللبن الناحية التانية. انت عندك مكان في الثلاجة ولا مش؟ أنا عندي مكان تعال نجيب زبادي برضه. زبادي حلو. زبادي حلو. تعال نجيب بقى ايه؟ لبن. هجيب انا. شوف كده لو فينا اي حاجه سكريه حلوه غير اللي احنا جبناه. اللبن اهو. اجيب لك لبن عندك. تقريبا انتهينا مش قوي يعني، بس لسه. هات بيتزا بقى. الله البيتزا بتاع الغلابه ديت بتاع المارجريتا. كمان واحده. دولت بيتزا فيها 3 قطع. بكام؟ 3 يورو ولا 4؟ 3 يورو. يعني تقريبا الواحده عامله يورو شويه، فمش غاليه جدا. دي بقى بتحط عليها مثلا اي حاجه انت عاوزها في البيت. لو عندك تونه، لو عندك لحمه مفرومه، لو عندك حتى جبنه موتزاريلا، حط عليها اي حاجه. سوسيس، اي حاجه تحطها عليها وبتلاقي طعمها جامد. وحتى برضه لو اكلتها كده يعني من غير اي حاجه بقى برضه طعمها حلو. فاهمني؟ قول لاحمد يا اسطى عاوزين نجيب مره اسمه ايه اللي هو جرنين ده اللي هو اسمه جمبري. عايزين نجيب مره جمبري ونطبخه. تخيل البلدي هنا بيبقى غالي على فكره. يعني كيلو الا ربع. وبعد كده اشوف كيلو. لا مش زي البلد. كيلو الا ربع عاملين 3 يورو حرفيا. فبصراحه بجيب الخيار اللي هو الكبير ده حلو. واحده منه 69 سنت فمش غاليه خالص. هو كان مش فكرني يا اسطى بالله عليك. فنجان اوكي. اوبرجيني. لا ده قطعه حلو على فكره مش غالي. والله الفكره ان انا بجيبه مش حاسس ان هو ممكن يبوظ عندي. تعال عشان اجيب فاكهه عشان انا مش عاوز انسى. انا لسه هجيب موز. لسه ما انساش قسم الفاكهه قبل ما نمشي بسرعه. بسرعه. الموز فين؟ الموز الناحيه هناك اهو. بتاع ده كده. بتاع ده كنا بنجيبه في مصر مع العربيه كده. وبندي الراجل 5 جنيه وبناخد حاجات كتيره جدا بس مش فاكر اسمه. هنا ب5 جنيه. اسمه ايه يا اسطى؟ اسمه ايه؟ حد فاكر اسم البتاع ده؟ يا لهوي بيرو ونص. 100 جرام بيرو ونص. الجماعه عندنا في مصر هيجيب العربيه ويجي يبيع لهم هنا. يا لهوي كام واحده بس؟ انا بقول لك ممكن يكون شهرين كمان. انت بتقعد على العربيه بتنقل. كنا بنديله 5 جنيه نجيب العربيه كلها. جيزه تشيك. عمك الحاج ضرب الطريقه الجامده. زحمه كله. عندك ايس كريم؟ عندي. يا حلاوه زحمه كله. بس دي يعتبر افضل واحده. خلصنا يعتبر اهو. داخلين بقى على الكاسي. طبعا كده خلصنا. زحمه موت. زحمه موت. جبت تاني وتخلصوا لي. النعمه يا لا حبيبي. يلا ربنا يسامحك. انا مالي يعني. حضرتك توزع. جدا تشيك يا جدعان. اللي هيخمن صح هديله مزايا. دفعنا في الليله دي كلها 20 يورو. الحاجات دي كلها بعد ما جبنا الحاجات دي كلها والازايز وغير الحاجات دي كلها 20 يورو.
فاشوفكم في فيديو جديد بقى. تشاو. عاش يا جدو. جدو طالع بالعجله وفتحي طالع على رجليه ومش قادر. اقسم بالله جدو قده 3 مرات اقل حاجه 60 70 سنه، وهو طالع على رجليه بيعرج مش قادر يطلع. وانا برضه صراحه. بس الجو حلو ممتاز. عروجي يا بيضة عروجي. جدك اهو ماشي على العجل اهوت وماشي وزي النار. اهو شوفوا فتحي يا جدعان. فتحي ماذا يحدث لفتحي؟ حرفيا مش شايل حاجه، انا شايل كل حاجه. انا شايل كل حاجه، هو مش شايل حاجه ومش قادر يطلع.